وهو عنده 17 سنه كان قريب جدا ان هو ينتقل لارسنال الانجليزي. ولما ارسن فينجر طلب منه ان هو ينزل اختبارات مع الفريق رفض وقال له انا لا اخضع لاي اختبارات. ولما سالوه قالوا له هتجيب ايه لمراتك هديه في عيد ميلادها؟ قال لهم ولا اي حاجه، كفايه ان انا عايش معاها بس. ولما انضم لبرشلونه سالوه قالوا له هو مين افضل لاعب في العالم دلوقتي؟ قال لهم ميسي، بس ده طبعا قبل ما انا انضم لبرشلونه. قال على جوارديولا ان هو مدرب كويس جدا لكن كشخصيه هو مش راجل، هو حاجه تانية. ولما جه يروح الدوري الفرنسي قالوا له تعرف ايه عن الدوري الفرنسي؟ قال لهم ما اعرفش اي حاجه بس اكيد الدوري الفرنسي يعرفني كويس. ولما محمد محرم طلب منه ان هو يقول فريق الخماسي المفضل قال له زلاتان في المقدمه، ابره على اليمين، ابراهيموفيتش على اليسار، في الدفاع بقى ابره كدبره والاسد على اليسار. حلقتنا النهارده هتكون عن المثير للجدل دائما زلاتان ابراهيموفيتش. انا احمد حموده وهو ده المهم، يلا بينا. اكيد الصوره دي عدت عليك وانت شفتها، وهي صوره لابراهيموفيتش صاحب ال 41 سنه وابنه ماكسيميليان في تدريبات اي سي ميلان. الفرق بين ابراهيموفيتش وابنه 25 سنه والاثنين بيلعبوا مع بعض في نفس الفريق، شيء مدهش بصراحه ومش بيتكرر كتير، لان من الطبيعي ان البني ادم لما بيوصل لسن ال 40 بيكون خلاص قرب يعجز ولياقته البدنيه بتقل جدا، لكن ده بيحصل لك لانك مش ابراهيموفيتش اللي قدر يحجز لنفسه مكان اساسي في تشكيله اي سي ميلان في الموسم الماضي، وكمان سجل اهداف اكتر من لاعيبه كتير اصغر منه في السن، لدرجه ان هو وصل في وقت من الاوقات ان هو بقى احد هدافين الدوري الايطالي. ابراهيموفيتش عمل كل ده بعد 4 سنين من اصابته بالرباط الصليبي المزدوج داخلي وخارجي. والطبيعي ان اصابه الرباط الصليبي دي تدمر مسيرته كلاعب كوره، لكن ابراهيموفيتش صمد قدام الاصابه دي. وكلنا برضو شفنا ابراهيموفيتش بيرجع من الاصابه قبل الميعاد اللي المفروض يرجع فيه، وساعتها كلنا اندهشنا بصراحه. ابراهيموفيتش لما سالوه قالوا له انت عملت كده ازاي؟ قال لهم ده الطبيعي لان الاسود بتتعافى اسرع من البشر. وساعتها طار للدوري الامريكي عشان يرجع مستواه بسرعه، وفعلا نجح في المهمه دي وقدر اللي هو يسجل 52 هدف في 56 ماتش. الاهداف والمستوى المميز ده دفع اداره اي سي ميلان انها تتعاقد معاه عشان يستفادوا من خبراته وشخصيته القويه اللي هيفرضها على الفريق اللي ما كسبش الدوري وقتها كان من 9 سنين. وفي تاني ماتش لزلاتان مع الروسونيري سجل اول هدف ليه، وفي نفس الماتش دوت ابراهيموفيتش وصلت سرعته ل 32 كيلو متر في الساعه عشان ساعتها يكون ثالث اسرع لاعب في الاسبوع في الدوري الايطالي. واللي عمله ابراهيموفيتش في الوقت دوت ما كانش سهل، لان ابراهيموفيتش كان عنده 38 سنه. بجمله بقى الحاجات المدهشه اللي احنا عمالين نشوفها من ابراهيموفيتش، هو فنش الموسم ده وهو مسجل 9 اجوال في 18 ماتش، في الموسم اللي بعده سجل 10 اهداف في 6 ماتشات بس، وساعتها زلاتان كان عنده 39 سنه. المدهش بقى ان الاجوال اللي جابها ابراهيموفيتش دي ما كانتش جوال سهله ولا مقشره، وده اللي بتاكده احصائيه الاكس جي او الاهداف المتوقعه. فلو بصيت لاول موسم لابره مع الميلان هتلاقي ان الاهداف المتوقعه ليه كانت 9.7 هدف، وفي الموسم اللي بعده كنت هتلاقي ان الاهداف المتوقعه كانت 7.5، لكن ابراهيموفيتش سجل اعلى من المتوقع في الموسمين. وبنستنتج من كده ان الاجوال اللي جابها ما كانتش سهله وما كانتش متوقعه. ابراهيموفيتش شخص عامل لنفسه حاله كده وكاريزما ملوش حل بصراحه، وتصريحاته دايما مثيره للجدل وبتجذب الاعلام والاعلاميين ليه، وبتخليه دايما ظاهر في الصوره وترند بمعنى اصح. لكن في اسباب للشخصيه دي واسباب بتخليه قادر يلعب لحد دلوقتي ويقدم اداء كويس في السن الكبير ده، لكن الاسباب ديت مش بيتسلط عليها الضوء زي تصريحاته المثيره. اول الاسباب ديت ان ابراهيموفيتش لاعب محترف لاقصى درجه تتخيلها، شخص شديد الصرامه في نمط حياته، وده بنستنتجه من نظامه الغذائي. جريده الديلي ميل بتقول ان ابراهيموفيتش بيسعى ان هو يثبت وزنه من 92 ل 94 كيلو جرام، وده بالنسبه له هو الوزن المثالي. بالاضافه ان اكله بيعتمد على الدجاج والاسماك واللحوم بس بشكل قليل، مع كميات كتيره من الخضروات والفاكهه عشان يمد جسمه بالفيتامينات والمعادن، وطبعا كل ده بيحصل بكميات محدوده. ابره بيوزن اكله بالجرام عشان يعرف هو هيدخل لنفسه كام سعره حراريه وهيحرق قد ايه. خلي بالك ابراهيموفيتش مش بيعمل ده في الموسم والكره شغاله والدنيا زي الفل، لا ده كمان بيعمل ده في الاجازات. في برضه وجبات محظوره ابراهيموفيتش مش بيقرب منها زي الوجبات السريعه والسكريات، وبيعوض
دوت بالفاكهه وباللوز. ابراهيموفيتش ما كانش كده وهو صغير، بالعكس ده كان بياكل اي حاجه تيجي في وشه، لكن لما كبر وعقل غير نظام حياته وبدا يهتم باكله بنسبه 200%، لانه كان مدرك ان هو لو ما عملش كده ما كانش هيقدر يلعب كوره لحد الان. ابراهيموفيتش لما الطباخ بتاع باريس سان جيرمان حاول ان هو يغير له نظام اكله مسك فيه وكان هيضربه. موقع ريبليك وورلد بيقول ان النجم السويدي معاه طباخ فرنسي محترف. ابراهيموفيتش مش بيتحرك ولا بيروح اي نادي غير والراجل ده في ايده. بالاضافه ان ابراهيموفيتش معاه طباخ خاص، الا انه برده معاه معد بدني ايطالي خاص اسمه داريو فورت. الراجل ده بيحظى بثقه ابراهيموفيتش من ايام ما كان في ميلان في اول حقبه ليه، وعجبه شغل جدا بدايه من عمليات الاستشفاء اللي بيعملها من قبل الماتش لحد الاحماء اللي بيعمله قبل الماتشات بساعات. بالاضافه لكده فكان داريو برده بيدرب في الجيم، وكمان بيحط برامج خاصه لتاهيل المصابين، وكمان بيقدر ان هو يرفع لياقه اللعيبه في فترات التوقف. الكلام ده ابراهيموفيتش عمله وهو بيودع العشرينات وهو لسه في بدايه الثلاثينات. في الوقت ده كان بيحاول يحافظ على مستواه عشان ما يهدمش تاريخه اللي عمله وهو صغير، عشان كده بقى بيشتغل مع داريو كل يوم تقريبا. داريو كان بيحط له روتين يومي، وكانت النتيجه استمرار ابراهيموفيتش في التالق وعودته من الاصابات بسرعه جدا. بسبب النتائج المبهره اللي عملها داريو مع ابره اصر ان هو ياخده معاه لباريس سان جيرمان، ودي كانت خطوه مهمه جدا وموفقه من النجم السويدي، لان ابراهيموفيتش نزل عليهم في باريس فورمه وقوي وفايق اكتر من زمايله، لدرجه ان ماركو فيراتي اندهش من لياقه ابراهيموفيتش، وطلب كمان ان هو يستعين بخدمات داريو مدربه الشخصي بعد تاثيره الواضح على ابراهيموفيتش اللي ساهم في 156 هدف في 180 ماتش لعبه مع باريس سان جيرمان بسبب جاهزيته وحضوره المميز. الموضوع ما وقفش لحد هنا وبس كده، اتكرر تاني مع رحيل ابراهيموفيتش لمانشستر يونايتد. مش بس كده، ده هو كمان ما رضاش يروح مانشستر يونايتد ولا يمضي العقد غير لما اتاكد ان النادي الانجليزي وفر له كل مستلزماته، ونسق كمان بينه وبين دكاتره الفريق. وطبعا كله كان شاهد على الانطلاقه الناريه لزلاتان في البريمير ليج قبل ما يتعرض للاصابه في نهايه 2017. لكن داريو كالمعتاد قام بشغله على اكمل وجه ورجع للملعب في وقت قياسي وبفورمه ممتازه، وده اللي خلى ابراهيموفيتش يشكره على الانستجرام. ممكن تشوف ان المدرب الايطالي هو السبب الابرز في تمديد مسيره ابراهيموفيتش، لكن ده مش السبب الوحيد. ابراهيموفيتش برضو عنده ميزه اضافيه عن اي لاعب كوره، وهي انه كان بيلعب العاب قتاليه وخاصه التايكوندو، وكان واخد فيها الحزام الاسود وهو عنده 17 سنه. واكيد طبعا كلنا فاكرين هدف ابراهيموفيتش الاكروباتي اللي جابه في انجلترا لما رفع رجله لحد الدور الثالث وعملها باكورد في مرمى انجلترا وكانه بيلعب تايكوندو بالظبط. الهدف ده استفز الصحفي سيمون اوستن، خلاه يستضيف عدد من المحللين ويسالهم يقول لهم هل الجون اللي جابه ابراهيموفيتش ده ليه علاقه بالالعاب القتاليه اللي كان بيلعبها وهو صغير؟ وجميع المحللين قالوا له ايوه طبعا. وكمان المحللين ما تناولوش الطريقه اللي بيجيب بيها الاجوال، لكن كانت نظرتهم ابعد واعمق. بعض المحللين ركزوا على حركات رجل زلاتان اللي بتخليه يتحكم في الكوره ويوجهها زي ما هو عايز. كمان اتكلموا على توازنه اللي بيحصل على الارض اللي بيمنحه قوه كبيره بتخليه يكسب اي تدخل يخش فيه. لكن ده مش كل حاجه، فلفت نظرهم تفصيله دقيقه جدا، وهي تعامل ابراهيموفيتش مع المساحات، اللي بيعرف امتى يتقدم وامتى يرجع وامتى يكون في موقع افضل من خصمه بحركه بسيطه جدا سواء براسه او بكتفه، وده بيحصل في جزء من الثانيه. اشلي كول النجم الانجليزي السابق زامل ابراهيموفيتش في لوس انجلز جالاكسي. اشلي كول بيقول ان في فتره اصابه ابراهيموفيتش وفي العادي كمان فابراهيموفيتش مش بيبطل تمرين، ما بيبخلش باي مجهود سواء في التدريب او في الملعب، لدرجه تخليك تندهش ان ازاي ده عنده 40 سنه وتاثيره مش بس جوه الملعب، لا ده كمان بيمتد لحد غرف الملابس. اشلي كول بيقول ان ابره بيحترم زمايله اللي بيبذلوا مجهود اكتر منه، واي لاعب ما بيعملش كده بيقابل من ابراهيموفيتش لسان طويل وقله احترام وقله ذوق. بص بقى، سواء بتتفق على مستوى ابراهيموفيتش او لا، بتشوفه مهاجم عظيم او لا، فلازم نعترف ان هو عقليه رياضيه عظيمه ونادره مش بتتكرر في كره القدم كتير، ولازم كل الناس ولاعيبه الكوره تعرف ان النجاح مش سهل، ومش بس جوه الملعب، لا ده انت لازم تنجح بره الملعب الاول عشان تقدر تنجح جوه الملعب. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.